سنتكلم اليوم أيها الأعزاء عن موضوع مهم ألا وهو البحث عن منزل. ليس من السهل العثور على منزل مناسب في ألمانيا. ينطبق هذا على الجميع سواء كانوا ألمانا أو مهاجرين، ولكنه قد يكون أكثر صعوبة بالنسبة للاجئين. توفر هذه النصائح إرشادات مفيدة خاصة للاجئين. متى يمكن للاجئين استئجار منزل؟ كخطوة أولى من المهم معرفة مدى يسمح لك باستئجار منزل. يعتمد ذلك على بلد المنشأ، مسار إجراءات اللجوء، تصريح الإقامة، وكذلك قوانين الولاية التي تقيم فيها. بالنسبة للاجئين المعترف بهم الذين ليس لديهم دخل خاص، يتكفل مركز العمل بدفع الإيجار ومبلغ التأمين الخاص بالمنزل. تحدد الجهات المختصة مساحة المنزل وتكلفته التي تناسب حالتك، لذلك عليك الاستفسار مسبقا لمعرفة حقوقك قبل بدء البحث. أين يمكن البحث عن منزل؟ هناك عدة طرق للبحث. البحث عبر الإنترنت. يعتبر الإنترنت الطريق الأسرع والأكثر شيوعا للبحث عن منزل. تقدم مواقع وأسواق العقارات خيارات متعددة، على سبيل المثال إمبولين، سكاوت، فويا، أوند سفانسيش، أوند إيمو فيلت. يمكنك تحديد المدينة أو المنطقة واستخدام فلاتر معينة مثل المساحة وعدد الغرف والموقع لتسهيل البحث، أو إعلانات على مواقع مثل إيباي كلاينن تزايجن. هذا الموقع يحتوي على العديد من العروض المقدمة من المالكين مباشرة. إنشاء إعلان بحث عن منزل. يمكنك نشر إعلان خاص بك يوضح احتياجاتك، بحيث يعرف الملاك نوع المنزل الذي تبحث عنه وما هو الحد الأقصى للإيجار الذي يمكنك تحمله. كن دقيقا في التفاصيل. الاستعانة بوسيط عقاري. إذا لم يكن لديك الوقت أو الرغبة في البحث بنفسك، يمكنك توظيف وسيط عقاري، ولكن يجب أن تكون على علم بأن تكلفة الوسطاء العقاريين مرتفعة جدا في ألمانيا. طبعا هناك طرق أخرى، مثلا استخدم شبكة معارفك من زملاء وأصدقاء. يمكنك أيضا مشاركة طلبك عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك أو مجموعات واتساب. سؤال: من يمكنه مساعدتي في البحث عن منزل؟ بسبب العوائق اللغوية والتحديات البيروقراطية يفضل طلب المساعدة. غالبا ما توفر المدن أو الجمعيات الخيرية أو المبادرات المحلية دعما للاجئين في البحث عن منازل، منظمة آفو أو منظمة ديكوني أو غيرها. كيف تحصل على موعد وما هو المهم أثناء زيارة المنزل؟ عندما يجد الشخص شقة مناسبة، فإنه عادة ما يرسل بريدا إلكترونيا أو رسالة إلى صاحب العقار. في هذه الرسالة تقوم بتقديم نفسك للمالك وتشرح بإيجاز لماذا أعجبتك هذه الشقة. تحدث قليلا عن وضعك المعيشي وهل تعمل حاليا أم لا. وفي نهاية الرسالة استفسر عن موعد لمعاينة الشقة. المعاينة يعني زيارة. قد يطلب منك المالك أثناء المعاينة بعض المستندات. غالبا ما يطلب المالكون آخر كشوف الرواتب إذا كنت تعمل، تقرير شوفة أوس كونفت سجل المعلومات الائتمانية، أو خطاب تأكيد من مكتب العمل جوب سنتر أو مكتب الشؤون الاجتماعية سوتسيال أمت إذا لم تكن تعمل. طبعا هنا
في شيء مهم جدا، يجب الحذر من المحتالين. يستغل المجرمون بشكل متعمد معاناة الأشخاص الذين يبحثون عن شقق سكنية، وخصوصا اللاجئين. يوجد العديد من الإعلانات المزيفة على الإنترنت التي تعرض شققا فاخرة أو شققا عادية بأسعار منخفضة جدا من خلال هذه الإعلانات المزيفة على الملصقات الشهيرة أو رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية. يسعى المجرمون للحصول على أموالك أو بياناتك الشخصية. شقة مكونة من 4 غرف تم تجديدها حديثا في موقع متميز، تشمل موقف للسيارات، وكل ذلك مقابل أقل من 600 يورو. قد يبدو هذا العرض جيدا، لكن في الغالب وراء هذه الشقة المزعومة التي تعرض بأسعار منخفضة يختبئ المحتالون. أما الخدعة الثانية، الخدعة المتعلقة بالدفع المسبق. سيناريو منتشر على نطاق واسع. يتواصل المالك المزعوم مع الباحثين عن سكن ويخبرهم بأنه موجود في الخارج ولا يستطيع الحضور لمعاينة الشقة. يقترح إرسال المفتاح عبر البريد أو تسليمه من خلال وسيط لتمكين المعاينة. وللحصول على المفتاح يطلب منك تحويل مبلغ مالي كضمان مسبق أو كتأمين، لكن بمجرد تحويل المال لا تحصل لا على مفتاح صالح للشقة ولا على رد من المالك المزعوم. يقوم بعض المحتالين أيضا بتنظيم معاينات في شقق فارغة. يخبرون المهتمين بأنهم سيحصلون على الشقة فورا إذا دفعوا مبلغ التأمين نقدا، لذا لا تدفع أبدا مقدما. تدفع كفالة الإيجار دائما فقط بعد توقيع عقد الإيجار وفي الوقت الذي من المفترض أن يبدأ فيه عقد الإيجار وفقا للاتفاق. إذا طلب منك شخص يدعي أنه المالك دفع كفالة مقدما، فالأفضل أن تبتعد عن هذا العقار تماما. وشكرا.